سامعين؟ تعالوا كده، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناكل سمك من غير حيرة ولا اي حاجة، هناكل سمك على طول. نزلت جبت السمك، غسلته غسلة تمام، تبلته بالملح والفلفل. الحاجة بتاعتي بقى اللي هتبل بيها اللي هي التتبيلة بتاعته: كزبرة، فلفل، واحدة فلفل حراقة كده حامية حلوة، راس توم كبيرة، ليمونتين حلوين، عندي واحدة طماطمايه مقطعاها مكعبات هنزل بيها لما اضرب الحاجات دي في قلب بعض الاول. بقى الليمون ده هعصره طبعا، مش هضربه. التوابل بقى: ملح، فلفل، كزبره، بابريكا، كمون. اول تكه من تكاتي في خلط في تتبيله السمك اللي هي النعناع، سواء نعناع ناشف عندك حطي، نعناع اخضر حطي، وما تخافيش منه. احنا كده خلاص. بعد ما فرمنا في الكبة كل التوابل وكل الحاجات اللي محتاجينها لتتبيلة السمك، التكة بقى التانية اللي هي تكتي انا في السمك، في تتبيلة السمك. شايفين؟ ايوه، هي مستردة. هنزل بمعلقة مستردة على التتبيلة، بصراحة بتخلي السمك طعمه حلو قوي. اهو بنقلبها كده، بتخلي السمك طعمه حلو قوي، طعمه مختلف عن السمك المقلي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. انا بحب الصراحه، بحب هي والنعناع، بحب احطهم في السمك. انا متبله طبعا السمك بالملح والفلفل الاول. هغرق كده السمكيه من جوه، من اول راسها، وهحط هنا في الفتحه بتاعتها. اهو هامله الفتحه اللي في ظهرها كويس قوي. انا بحب اسيب السمك ساعتين 3. خلصت الحشو بتاعه، تبلته كله، خلصت تتبيلته عليه كلها. هسيبه ساعتين 3، هركنه في التلاجة، هغطيه يعني وهحطه في التلاجة. هنجهز بقى رز السمك. واول حاجة هنعملها في تجهيزات رز السمك: نزلنا ببصلة متقطعة في معلقتين 3 زيت، هنحروقها كده على النار. عايزاها تحمر اهي، بدأت تحمر خالص، عايزاها لون اغمق من كده كمان. شايفين؟ شايفين اللون بتاعها؟ عايزاها احمر من كده. هي كده خلاص احمرت قوي، اتحروقت. هنزل بالميه. انا خلاص قلبت الرز كذا مره. هنزل بقى بالملح والكمون زي ما قلنا، وهنزل بقى بالشوربه بتاعته، الميه اللي هي بالبصل اللي انا عاملاها اهو. بصفي البصل، بصفيها كده. الرز ده رز الضحى، فبياخد مني ميه كتيره طبعا. التكه بقى معلقه عسل. ازاي معلقه عسل على الرز؟ معلقه عسل اسود على الرز بتخلي طعمه رهيب، مش مسكر ولا حاجه، بتخلي طعمه حلو قوي. هسيبه يغلي غلوه على نار عاليه، وبعد كده
ههدي عليه النار خالص. انا عايزه اقول لكم ان معلقه العسل الاسود اللي انا حطيتها مع الرز دي بتنقله في حته حلوه قوي. البصل وهو متحروق كده وعملتيه يعني عملتيه بالميه من بره، احلى من البصل اللي بيكون معمول في الرز نفسه. انا ما بحبش طعم البصل في الرز، ولا انا ولا بناتي. هدوقه كده، هشوف الملح بتاعه. الملح بتاعه مظبوط خالص. هنا هنعمل بقى الكفر بتاع السمك. انا حطيت 3 معالق نشا على 3 معالق او 4 معالق دقيق، رشه خفيفه جدا ملح، لان انا متبله السمكه حلو من بره. وهنبدا بقى نغلفها كويس بالدقيق. انا مش بعملها بميه، احيان كتير مش بعملها بميه طالما انا حاطه التتبيله كتير من بره، مش بعملها بميه عشان ما تنزلش يعني التتبيله في الميه بس. ومن غير اي حاجه برضو بتبقى مقرمشه اهو. هغلفها كده وهنزل بقى ايه على الزيت على طول. وهو في الطاسه هنزل بقى بالسمك على طول. هيبقى مقرمش قوي خالص، زي ما تكوني حطاه في طبق الميه الساقعه قبل ما تنزلي بيه الخلطه بتاعت الكفر بتاعه. انا قلبته اهو، اللهم بارك. واهو بعد ما خلصنا ادي السمك، سامعين صوت القرمشه اهو، عشان معلقتين النشا اللي انا حطيتهم في الدقيق في الخلطه بتاعته. وادي الرز السمك الاحمر ماشي زي ما عملته، زي ما كنتوا معايا. معلقه العسل بتفرق معاها قوي. طبق سلطه، وادي المخلل اللي انا عاملاه في البيت، الفلفل والطماطم المخلله. وبكده ابقى وصلت لنهايه الفيديو. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه واللايك الحلو منكم مع خلطة زوز عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.